مساء الفل يا حلوين. النهاردة هنعمل السهل الممتنع، كوكيز الشوكولاتة الخطير. هنعمله من غير خلاط، من غير مضرب كهربائي، وكمان من غير زبدة ولا سمنة. ريحته حكاية وطعمه جوسي ولوسي من جوه ومن بره مقرمش ولذيذ. تعالوا اوعدكم هتعملوه في دقيقة وغير مدة التسوية، مش هياخد معاكم وقت خالص. معايا الطبق بتاعي هنحط فيه نص كوباية من السكر العادي الحبيبات، وعليها نص كوباية من الزيت. هنقلبهم كويس مدة لا تقل عن 5-6 دقايق لحد الزيت والسكر ما اللون بتاعهم يفتح جدا معاكم. بعد كده بتنزلي بالبيضة، بيضة بدرجة حرارة الغرفة، والانتيم بتاع البيض هو طبعا الفانيليا. وهنقلب كويس قوي لحد البيض ما يختفي معانا واللون يهيش ويفتح جدا. هنحط بعد كده رشة خفيفة جدا من الملح، ودي علشان تظبط معانا الطعم. هنضيف بعد كده معلقتين من الكاكاو الخام. لو عايزين الدرجة تكون افتح شوية من اللي انا عاملاه يبقى هتضيفوا معلقة واحدة بس من الكاكاو. هنضيف كمان معلقة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة. وهننزل بقى بالدقيق بالتدريج. الدقيق هنا كوباية من الدقيق اللي هي كوباية الشاي العادية، بما يعادل 200 جرام من الدقيق. ممكن يزيد معلقة او يقل معلقة على حسب ما تشوفوا القوام معاكم قد ايه متجانس ومظبوط. بنقلب كده الدقيق مع المكونات اللي احنا قلنا عليها، وبعد كده بنختبر العجينة، بنختبرها بايدينا اللي هي ناشفة، اللي مش بنعجن بيها، مش بايدينا اللي بنعجن بيها، عشان بايدينا اللي بنعجن بيها بيظل يلزق. معانا هنا 50 جرام من الشوكولاتة المتقطعة حتت صغيرة. ممكن البديل بتاعها شوكولات شيبس، وطبعا هيكون افضل من دي. بندمج بقى قطع الشوكولاتة دي، بندمجها كويس مع العجينة بتاعتنا بتاعت البسكوت. ومش عايزة افكركم ان البسكوت ما بيتعجنش. بعد كده بناخد البسكوت بنكوره ما بين ايدينا، كور يعني تعتبر الكرة كده قد الليمونة، بما يعادل من 15 كده جرام ل20 جرام بالكتير. وطبعا على حسب كل واحد ما بيحب البسكوت حجمه قد ايه. تمام كده. بنكور كده بنرص في الصينية بتاعتنا. بس لازم ومهم ان احنا نسيب مكان، لان هو لما بيدخل الفرن بينفش معانا، وده بفضل الكاكاو والشوكولاتة اللي احنا حاطينها. سايبين مسافة بين كل واحدة والتانية. انا كمان هعمل حركة كده بعد ما يدخل الفرن. اولا هيدخل الفرن على درجة حرارة 180. الصاج الاولاني هيقعد 15 دقيقة، الصاج التاني هيقعد 10 دقايق ل 12 دقيقة. بعد ما مرور 6 دقايق او 7 دقايق بيكون عمل شقوق كده، وده بفضل الشوكولاتة طبعا اللي احنا حاطينها، اللي هي الخطوط اللي بتبقى عليه او التعريجات دي. انا بجيب ظهر المعلقة وببطط كل بسكوتاية من فوق الوش كده، بديها تبطيطة كده بحيث انها تنفش اكتر معانا وتبقى مبططة بالمنظر الحلو اللي انتوا شفتوه ده. تعالوا بقى نعمل لنا كوباية قهوة مغلية كده. طعمها حلو قوي، لان القهوة اللي هي بوش دي بتتعبني جدا. طعمه يا جماعة حلو قوي قوي، انصحكم تجربوه. ما خدش معايا وقت خالص، كنت 5 دقايق عملت المكونات ودخلته الفرن يا دوبك، بس هو اخد وقت التسوية. هنا الحركة بقى اختياري. كنت مسيحة كده مكعب شوكولاتة وحطيته من فوق الوش، دي اختياري بس يعني مدية منظر حلو قوي، مدية شكل جميل، ومخلياكي اكنك جايبة الكوكيز ده من بره. عايزة اقول لكم يمكن احلى بكتير بكتير من لو اشتريتوه من بره. اتمنى تجربوا الوصفة. كنت معاكم عزة سعيد من مطبخ وصفة.